هو إحنا ليه دايما مقتنعين إن الصحة لازم تكون غالية؟ ليه ارتبط في ذهننا إن عشان جلدي يبقى مشدود ومفاصلي قوية لازم أروح الصيدلية وأدفع ألوف في مكملات مستوردة؟ الحقيقة اللي شركات الأدوية مش عايزاك تركز فيها إن أقوى مالتي فيتامين وأقوى كولاجين في العالم موجود دلوقتي عند الجزار وسعره أرخص من كيس الشيبسي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من أسرار الأكل، والنهاردة هنفتح مع بعض كنز الفقراء، شوربة العظم. عشان نفهم العظمة اللي معانا دي بتعمل ايه، لازم نفهم يعني ايه كولاجين اصلا. تخيل جسمك ده زي البيت، الكولاجين هو الاسمنت اللي ماسك الطوب في بعضه. لما بنكبر الاسمنت ده بيبدأ ينشف ويقع، فالوش يكرمش والركب تبدأ تطقطق. الحل الشائع اننا ناخد برشام كولاجين، بس المشكلة ان جسمك ذكي جدا ومش بيمتص اي حاجة صناعية بسهولة. وهنا بيجي دور الماسورة. لما بتجيب عظم البقر وتغليه لفترة طويلة، انت مش بتعمل شوربة، انت بتعمل عملية استخلاص كيميائي طبيعية. الحرارة والمياه بيحولوا الكولاجين اللي جوه العظم لحاجة اسمها جيلاتين. الجيلاتين ده بقى هو السحر. أول ما يدخل معدتك بيتحول لأحماض أمينية بتبني جدار المعدة من أول وجديد. يعني لو عندك القولون العصبي أو ارتشاح أمعاء، الشوربة دي هي المحارة اللي بتمحر جدار معدتك وبتحميه. ناس كتير بتقول لي يا محمود أنا بعمل شوربة بس طعمها مش حلو أو خفيفة. ورقة وقلم واكتب ورايا السر. أول حاجة، هات المواسير واشويها في الفرن نص ساعة لوحدها، ده بيدي طعم مدخن ورهيب وبيقتل أي زفارة. تاني حاجة ودي الأهم، الحلة الكبيرة، مياه باردة ومعلقتين كبار خل تفاح. الخل هنا مش للطعم، الخل هو المفتاح اللي بيفتح مسام العظم عشان يخرج الكالسيوم والمغنيسيوم اللي جواه. تالت حاجة الصبر. الشوربة دي لازم تفضل على نار هادية جدا، شمعة يعني، لمدة مش أقل من 12 ساعة. كل ما سبتها أكتر كل ما تحولت لجيلي لما تبرد، وده علامة الجودة. شوربة العظم مش موضة قديمة، دي تراث أجدادنا اللي كانوا بيتمتعوا بصحة حديد من غير مكملات ولا جيم. جرب تعمل كمية كبيرة وشيلها في الفريزر، وكل يوم بدل ما تشرب قهوة على الريق اشرب مج شوربة دافي عليه عصرة ليمون. جسمك وبشرتك ومفاصلك هيشكروك بجد. لو عجبتك حلقة النهاردة ومستعد توفر فلوسك وتبني صحتك، اعمل لايك وشارك الفيديو مع حد بيشتكي من ركبته. واشوفكم الحلقة الجاية في سر جديد من أسرار الأكل.